السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى، اتفضل. قال لي يعني أحد الأشخاص أنه لا يوجد فضل في حفظ القرآن، أعوذ أن بالله. مسابقات حفظ القرآن بدعة، وأنا ما عرفتش أرد عليه يا شيخ مصطفى. قال واستدل بأن سيدنا عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في 8 سنوات. فين الكلام ده؟ قل له انت جبت الكلام ده منين؟ قل له إذا كنت تفهم في الحديث من أين أتيت بهذا الكلام عن عمر؟ طب ما فضل حفظ القرآن يا شيخ مصطفى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. كان الرسول يقول في الدفن، حتى في الدفن: قدموا أكثرهم قرآنا، قدموا أكثرهم قرآنا. اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كغمامتين أو غايتين تحجان عن صاحبهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للأهلين من الناس وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ما هذا الذي مخرف، هذا الذي يزاهد في حفظ القرآن